مساء الورد عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. غسيل الشعر، الاتجاهات الجديدة اللي نازلة دلوقتي بقالها كام سنة كده من اطباء ومتخصصين بينادوا بان بلاش نغسل الشعر بشامبو. على الرغم من ان بيكون مكتوب عليه ان هو فيه مواد او مكونات طبيعية، لكن هما بيقولوا ان الشامبوهات اللي غير مضرة للشعر وبتحتوي على مكونات طبيعية فعلا بالكامل بتكون اسعارها غالية جدا. لكن الاسعار النص نص دي اللي احنا كلنا بنستعملها دي بيكون فيها نسبة برضو بتضر الشعر وبتنشفه وبتقصفه. ومن كان له شعر فليكرمه، مادام ربنا عطيني نعمه لازم احافظ عليها واطلع على كل جديد عشان احافظ على نعمه ربنا. طيب انا اعمل ايه؟ اغسل شعري ازاي؟ بسيطه خالص. انا بجيب البلسم او حمام الكريم المناسب لشعري اللي انا بستعمله، اللي انا برطب بيه شعري، هو ده اللي انا هغسل بيه. بس هغسل بيه ازاي؟ هجيب بيكربونات الصودا اللي هي صودا الخبز اللي انا بستعملها في المعجنات عادي، وهاخد منها باكو مثلا او معلقه كبيره على شويه حمام من حمام الكريم او البلسم اللي انا بستعمله، واخلطهم على بعض اعمل بيهم عجينه. وهبل شعري بميه دافيه عادي قبل ما اغسله، لازم ابله كله الاول قبل ما احط عليه العجينه دي الخلطه دي. وبعد كده احط الخلطه دي على شعري وهو مبلول، وافرك فروه راسي والشعرايه كويس قوي، يعني لمده 20-30 ثانيه كده انا غسلت شعري. اشطفه، اغسل شعري بقى بالميه الدافيه، انزل كده الخلطه اللي انا حطيتها كده عليه، وبعد كده هحط تاني من البلسم او حمام الكريم اللي انا بستعملهم لشعري، هحطهم بقى في الشعر كله. انا كده خلصت خطوه الغسيل، انا كده في خطوه الترطيب. هحط البلسم او الحمام الكريم على الشعر كله واسيبه حوالي 10 دقايق او ربع ساعه، وبعد كده ارجع اشطفه بميه دافيه. انا كده عملت الخطوتين بمنتج واحد، وفرت فلوسي. وعلى فكره انا اقدر اغسل شعري مرتين او 3 مرات في الاسبوع بنفس الوصفه دي، وما تقلقوش من بيكربونات الصوديوم، مش هتنشف لكم شعركم لان انا خلطاها مع البلسم او حمام الكريم. صدقوني جربوها هتلاقوا شعركم تمام ومش هتحتاجوا للشامبو تاني خالص. اتمنى الفيديو يكون عجبكم، واشوفكم على خير الفيديو الجاي ان شاء الله.